في ليلة الديربي الأهلي يصعق الزمالك بكهربا وثنائية المخيف محمد شريف العائد للتهديف بعد غياب، ولكن عودة حميدة. وأمام مين؟ مش قدام أي حد، ده أمام نادي الزمالك. وعشان ما نطولش في المقدمة هقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا. قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في أول كومنت، تقدر تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وفي مباراة الديربي لم يكن أكثر المتفائلين أن يفوز الأهلي بثلاثية نظيفة دون رد، 3 صايمة كالعادة، وفوز اعتيادي على الغريم التقليدي نادي الزمالك صاحب المركز الرابع بالدوري المصري، عشان يعزز النادي الأهلي صدارته ويؤكد تفوقه العادي والدائم في مباريات القمة على الغريم الأزلي على وصيف العمر نادي الزمالك. ولكن انسوا اي حاجة انا قلتها، تعالوا لي بقى نتكلم في الكورة ونتكلم كورة شوية. مين اللي قال انك لو امتلكت نص الملعب هتقدر تباغت الزمالك بوجود لاعب بحجم وخبرة وكفاءة حمدي فتحي؟ كان العبد لله. مين اللي قال كهربا هيسجل في مباراة الزمالك؟ كان العبد لله. مين اللي قال في فيديوهات كتيرة بانك لازم تدي الفرصة للمهاجمين اللي عندك، وافضلهم كما ذكرت محمد شريف، وكانه كان صام عن التهديف لفترة كبيرة؟ ولكن زي ما قلت، انت لما بتدي لعيب مباريات كتيرة ورا بعض، بعد مباراة، بعد 5، بعد 10، هيسترجع حساسية الهداف وهيرجع لحالة التهديف من تاني. وده اللي عمله النهاردة محمد شريف بنزوله كبديل. خلال نص ساعة لعبها أحرز هدفين كالعادة في مرمى عواد. وبالنسبة لي بقى يا جماعة نتكلم عن عواد شوية ونديله حقه. محمد عواد بصراحة بعد إن كان بيطالب بالانضمام لمنتخب مصر وإنه يكون الحارس الأساسي، فهو بأمانة حارس لا يستحق نهائي أن يكون موجود في نادي زي الزمالك أصلا. مش تقليل منه، ولكن مستواه هو اللي بيحكم عليه بكده. ومش بحكم عليه من ماتش النهارده بس. هيطلعوا الزمالكاويه يقولوا عواد البطل، عواد الهيرو اللي شالنا في كاس مصر، اللي صد ضربات جزاء. بتبقى توفيق عادي، وبيبقى تركيز من حارس المرمى، وبيبقى يا اما خوف او رعونه من المهاجم او تسرع، ولكن هي قضاء وقدر في الاول وفي الاخر. لكن انتوا شايفين عواد حارس هيرو، حارس سوبر ستار، يقدر يشيل منتخب مصر ولو في مباراه واحده؟ بتكلم كوره بجد والله، مش تحفيل ولا حاجه. انا زي ما قلت لك، انا بدي لكل لاعب حقه وبدي لكل فريق حقه. حلقه النهارده مطوله معانا شويه عشان نتكلم فيها في الكوره شويتين. النهارده وبالاخص الجول اللي افتتح بالتهديف محمود كهربا وراح لجماهير الاهلي واحتفل معاهم، الجول ده عمل شياط في 100 عقبه، ولع في الزمالك وفي جمهور نادي الزمالك بمجرد احرازه للهدف، لانه كان تلقى حمله تشويهيه للاعب خلال فتره توقفه، وهجوم غير طبيعي على اللاعب علشان يجي الرد عن طريق ربنا، ويكون الرد قدامهم، وان اول هدف ليه في الدوري يكون قدامهم. فما بالك بافتتاحيه اجمل من كده؟ ليس والا عوده التهديف لمحمد شريف في اكتر فتره الاهلي محتاج المهاجمين بتوعه فيها. احنا داخلين على كاس العالم للانديه، عندنا دوري ابطال افريقيا، وهنرجع نكمل في الدوري بعد مباراه البنك الاهلي يوم الثلاث ان شاء الله. ولكن انا زي ما قلت لك، بانك طول ما في عندك لاعب زي ما قلت لك بيقدر يفوز بالالتحامات الهوائيه، بيقدر بيعمل باصات ارضيه وباصات ايضا طوليه، وبيعمل تحولات عكسيه، بيجيد الالتحامات، وبيقدر يحمي خط الدفاع. فكل الصفات دي كانت متوفرة في حمدي فتحي. حمدي اللي تحامل على نفسه وعمل علاج بالإبر الصينية عشان يكون موجود خلال مباراة القمة، ويكون اليوم المان اوف ذا ماتش، رجل المباراة وأحسن لاعب في المباراة، كان موجود في وسط السكواد اللي لعب كله.
النادي الاهلي عمل مباراه تكتيكيه عاليه قوي، وزي ما بنقول الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين. درس وغسيل ومكوى من مارسيل كولر للاعيبه الاهلي، قدروا يعملوا التحول الهجومي اللي كنت اتكلمت عنه امبارح. شوف الفيديو بتاع امبارح والتحول الهجومي اللي كنت اتكلمت عليه، بانه قلت هتقدر تباغت الزمالك عن طريق الاطراف وتعمل طريقه محوريه لا مركزيه للوينجات وبالنسبه ايضا لخط النص، وبان الاهلي هيقدر يسجل هدف واثنين. وده اللي حصل بالفعل، علشان يحصل بالظبط حرفيا تكتيكيا زي ما اتكلمت بالملي، وقلت انك تقدر تهزمهم نفسيا بمجرد احرازك لهدف اول، تقدمك بهدف واحد والتاني هيقتل المباراة اكلينيكيا. وده اللي حدث النهارده في مباراة اليوم، علشان الاهلي يطمن جمهوره بنسبة كبيرة قبل ما يروح كاس العالم للاندية وقبل بداية انطلاق دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. ولكن المشكلات والمشاكل ستستمر عاجلا ام اجلا في نادي الزمالك، وكونوا على يقين برحيل جيزفالدو فيريرا بعد مباراة اليوم وتعيين أسامة نبيه مدرب مؤقت لنادي الزمالك بعد التعثر في الست مباريات الأخيرة بلا فوز بأربع تعادلات وهزيمتين من أسوان واليوم من نادينا النادي الأهلي، لكي يغرد النادي الأهلي وحيدا على الصدارة، وحيدا بلا خسارة في الدوري المصري، علشان الأهلي يسترجع هيمنته على الدوري من تاني، وباذن الله يرجع يسترجع هيمنته على افريقيا ونشوف اداء مشرف بعيد عن المركز الثالث باذنك يا رب. ومفيش حاجه بعيده على ربنا وعن النادي الاهلي بانه يقدر يعمل اداء عالمي وعلى الاقل يوصل للفاينل ماتش رغم صعوبه المواجهات ووجود ريال مدريد في طريق النادي الاهلي. ولكن الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل. الاهلي اللي غلب ريال مدريد بكامل نجومه في 2001 كان موجود فيه نجوم العالم، ما كانش فريق ريال مدريد بس، ده كان موجود فيه زين الدين زيدان، راؤول، لويس فيجو، روبرتو كارلوس، رونالدو البرازيلي، ايكار كاسياس، اللهم صل على النبي، وكان فيه هيليجويرا، وكان فيه مدافعين تقال قوي ولاعيبه من افضل اللاعبين في العالم. وقدر النادي الاهلي انه يعمل مباراه اسطوريه عظيمه ويفوز في القاهره بهدف للا شيء. وايضا كان فيه كورتين جم، واحده في القائم وواحده في العارضه لعلاء ابراهيم في المباراه دي. اذا الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل. الاهلي اللي غلب روما، الاهلي اللي غلب بنفيكا، الاهلي اللي غلب اياكس، الاهلي اللي كسب البايرن، الاهلي اللي غلب الفرق دي كلها، قادر انه يغلب اي حد. مع الاهلي دايما مفيش مستحيل. احنا بنثق فيكم، احنا بندعمكم، وزي ما قلت شفتوا الدعم بيعمل ايه يا جماعه؟ شفتوا الدعم النفسي بيعمل ايه مع الفريق ومع الاشخاص؟ شفتوا الدعم اللي خده محمد شريف؟ شفت المشاركات اللي شاركها وقلت لك انه يسترجع حاله التهديف؟ شفتوا يا جماعه الدعم النفسي اللي اتكلمت عنه بيعمل ايه؟ يا جماعه والله اصل هي العمليه مش فقاقه ولا افتكاسه، كل العمليه هي شويه تركيز وقرايه للملعب، كل العمليه بانك بتثق في لاعب. ايه المشكله؟ غاب عن التهديف. كل اللعيبه اللي قبله مروا بنفس الازمه، لعيبه كبيره جدا زي كابتن عماد متعب، كابتن محمد ناجي جده وخلافهم كتير. فان محمد شريف لسه صغير في السن وانك تديله الثقه وباذن الله قادر يرجع على رجله ويقف على رجله من تاني، عشان نشوف شريف هداف الدوري وهداف افريقيا باذن الله راجع من جديد. واللاعب ده يا جماعه بامانه انا بعشقه. شريف من ربع فرصه بيقدر يخلص لك اي ماتش ويقتل لك المباراه تماما. وهنيجي كمان هنتكلم عن لعيبه الزمالك اللي كانت تايهه في الملعب حرفيا، اللي ما كانوش قادرين يجاروا النادي الاهلي، لان زي ما قلت لك الاهلي بيعمل انتشار رهيب في الملعب، الاهلي شرس جدا في التحولات الهجوميه بتاعته، وان الاهلي كسب الزمالك بغياب 8 لاعبين. ما بالك لو كانوا موجودين؟ والله الماتش ده لو كان طلع 6 ولا 7 بدون مبالغه. ولو الاهلي كان لعب بنفس الاداء ده من الشوط الاول برضو الماتش كان ممكن يخرج بسكور اكبر من كده. واحنا طماعين بصراحه، بنحب ان احنا مادام اللي قدامك فريسه سهله، واقسم بالله الزمالك فريق مش عادي، الزمالك فريق اقل من العادي. وصدق الجمله اللي قالها مستر مانويل جوزيه عند رحيله من النادي الاهلي عندما قال: لقد رحلت عن الاهلي لكي يعلم الجميع ان الزمالك فريق عادي يمكن هزيمته من اي مدير فني. مفيش ختام اقدر اختمه للحلقه احسن من كده. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه غد ان شاء الله.
ولا تنسوا الدعم، كل الدعم ثم الدعم لنادينا المفضل في الفترة القادمة، نادي القرن، النادي الأهلي.